اليوم جبت لكم الحلقة العاشرة من مسلسل ورود وذنوب. وبالنسبة للناس اللي ما شافوش الحلقات اللي فاتوا غتلقاو الرابط ديالهم في كومنتير مثبت اولا في الديسكريبسيون. كنكملوا الاحداث ديال المسلسل. براء كتقول صرحات ايه انا حامله، ولكن الا بقيتي مصر على الطلاق ديك الساعه غنعطيه للتبني، وفي هذيك اللحظه ما غتبقاش تقدر تشوف ولدك ولو مره واحده، وغنخليه يعيش داكشي اللي عاشته قدر. زينب كدابز معاها وكتقول ليها بلي هي شيطانه. صرحات كيشد زينب من يديها، كيركبها في طوموبيلتو كيقول ليها غنهضر معاك من بعد. زينب بقات فيها الحال بزاف. وفي هاد اللحظه كنمشيو لعند ايبرو اللي كتلاحظ بلي الموظفين كيهضروا عليها، والسيفده كتمشي عندهم باش تسولهم شنو واقع، وهما كيقولوا ليها بلي جيهان البارح ريزيرفا شومبر فابور لايبرو كجائزه، ولكن بالليل مشى عندها وباتوا الليله بجوج. كنرجعوا لعند زينب اللي واصله للمدرسه، حيت اليوم هو اول نهار ديالها في الخدمه. المشرفه كديها تشوف المكتب ديالها، وملي كتدخل زينب كتلقى تما واحد الكادو اللي هو بواطه ديال الشكلاط. كنعرفوا باللي صرحات هو اللي جابها ليها، وخلى ليها ورقه كتب فيها باللي هاد الشيء غير باش الا توترات وهو ما كاينش. زينب صرحات بها بزاف وبغات تعيط ليه، ولكن تفكرات داكشي اللي دار الصباح وبدلات رايها. كنرجعوا لعند صرحات اللي دا براء لعند الطبيبه اللي كانت علماتو الصباح باللي براء دارت العمليه، وكيطلب منها تقلبها. في ديك اللحظه كنعرفوا باللي براء فعلا حامله، والطبيبه كتقول صرحات مبروك العمليه نجحات. هو كيدابز مع الطبيبه حيت ما سناش على الموافقه. الطبيبه جاوباتو باللي مرتو صيفطات الورقه اللي فيها السيناتور ديالو. كنفهموا باللي براء صورات سيناتور ديال صرحات باش تقدر دير العمليه. صرحات كيمشي بحالو، والطبيبه كتجري على براء من الكلينيك ديك الساعه. براء كتخرج وكتقول صرحات يلاه نرجعوا للدار باش نعلموا بناتنا بالخبر. كتقول ليه باللي هي متاكده باللي حياتهم غترجع كيف كانت وحسن كاع. صرحات كيجاوبها باللي هي حمقى ومسطيه، وبالنسبه ليه هي ما بقاتش كاينه. هي جاوباتو واخا في هاد الحاله عمرك ما غتشوف ولدك، وشكون عرف شكون غيقول ليه بابا من غيرك. صرحات كيجرها بزز وكيمشيو في الحين. جان كيوصلوه الخبارات على ابرو وجيهان، والسبب هو داكشي اللي دار جان. في هاد الوقت كيوصل جيهان وجان كيهضر معاه على داكشي اللي دار، وكيسولو واش كانت شي حاجه بينو وبين ابرو. كيجاوبو باللي لا، وجيهان كيقول ليه ما يدخلش في حياته. صرحات وبراء كيوصلوا للوطيل، كيطلب من الموظفين يريزرفيو بيت البراء، وكيقول ليها ما تخرجش من اللوطيل بلا ما تعلموا. وصل الموظفين باش يمنعوها من الخروج. جان كيمشي يشوف صرحات وكيعرفوا داكشي اللي دار جيهان. صرحات كيقول ليه يتكلف بالموضوع، ومن بعد كيمشي. جان كيمشي ديريكت عند ايبرو وكيخبرها باللي نقلها للوطيل اللي في بيشكتاش. سولاتو على السبب، قال ليها باللي محتاجين موظفين تما، ومن بعد مشى. كنرجعوا لعند زينب اللي غاديه تجيب قدر من دار والديها. قدر كتعاود ليها باللي هي وامها بقاو سهرانين كيصايبوا الرغايف بجوج، ودخلات باش تجيب ليها منهم. في هاد اللحظه كتوصل ايبرو وهي معصبه بزاف. زينب كتسولها مالك، وايبرو كتقول باللي اليوم جراوها على الخدمه، وكتقول باللي متاكده باللي صرحات هو اللي دار هادشي. زينب قالت باللي ما كانش عندها الخبر، ولكن ايبرو ردات عليها اكيد انت اللي طلبتي من صرحات يدير هادشي. وعلاش دار هادشي؟ زينب كتمسخر عليها وكتقول ليها يمكن حيت بتي الليله مع مول لوطيل. كتشد قدر وكتزيد. إبرو دخلت لبيتها وهي شاعله فيه العافيه. امها تبعتها وسولتها واش قلقتي زينب. إبرو تعصبات وقالت باللي الحاجه الوحيده اللي كتهمهم هي الراحه ديال زينب. امها قالت لها ما تبدليش الموضوع، وسولتها واش هادشي عنده علاقه بجيهان. إبرو سكتات. امها قالت لها ما تخلينيش نمد يدي عليك لاول مره. إبرو جاوبات امها وقالت لها ما تضغطش عليها، والا غدير شي حاجه اللي غتندمهم كاملين. كنمشيو لعند صرحات اللي في المقر ديالو، وكيهضر مع المحامي كيقول ليه باللي قدر يدعي براء حيت ما خداتش الاذن ديالو قبل العمليه، وحيت زورات السيناتور ديالو. صرحات كيسول واش براء تقدر تغبر وهي حامله. المحامي جاوبو باللي هذاك حقها، وحتى باللي عندها الحق تخرج من البلاد عادي. صرحات كيسولو كيفاش وهي حامله بولدي. المحامي قال ليه هادشي اللي كيقول القانون. في هاد اللحظه كتوصل زينب وكتسولو واش لاباس. كيجاوبها باللي ايه، وكيسولها كيف داز اول نهار خدمه. قالت ليه باللي كان نهار مثالي، وشكراتو على الكادو، وسولاتو شنو دار مع براء. علمو باللي داها للطبيبه وطلعت فعلا حامله. زينب تخلعات وقالت ليه عارفه هادشي ما كيهمنيش، ولكن تفاجأت باللي درت هادشي. صرحات كيقول ليها راكي فاهمه غلط. كيشرح ليها باللي هادي السنين براء كان جاها السرطان وبسببه كان غيكون عندها مشكل في الحماله الطبيعيه. داكشي علاش كانوا جمدوا الاجنه، ولكن دابا هي زورات السيناتور ديالو ودارت العمليه بلا خبارو غير باش ما يطلقهاش. زينب سولات واش براء كانت بصح كتهضر على التبني. صرحات جاوب باللي الا طلقها ايه غديرها. زينب قالت باللي هي مريضه. هو سولها علاش مستغربه، وقال لها كون ما جبتيش قدر للدار براء عمرها ما غتعترف بها، وما غتحس بحتى ذره ديال الندم، وباللي تقدر تعاودها الثانيه والثالثه عادي. قال لها انا دابا حابسها في لوطيل، ولكن ما عرفتش شحال غنقدر نبقى داير كنمشيو لعند البنات اللي قدر كتعطيهم الرغايف اللي صايبات البارح. عجبوهم بزاف،
خيال كتقول القمره انا اختك، واخا هكاك عمرك ما صايبتي ليا حتى سندويش واحد. قادر قالت ليهم غالي غتصايب ليهم، وبلي دابا راها ولات اختهم. بالليل جيهان كيمشي يتلاقى تيبات وكيوريه التصاور ديال الرجال اللي غيدخلوا الاوتيل تهريب، وكيعطيه حقه من هاد العمليه. جيهان كيعلمو باللي براء كتقول بما ان الاب ديال قدر تذكر خاص تيبات ياخدها. تيبات جاوب باللي ما غياخد حتى واحد، وزاد قال ليه باش ما يوقعوش مشاكل قلت باللي انا الاب ديال البنت ما عندي بها حتى علاقه، ولكن قول ليها ما تسناش مني اكثر من هادشي. في ديك اللحظه ابرو كتعيط لجيهان، كتدابز معاه وكتقول ليه باللي جراو عليها من الاوتيل بسبابه. كيجاوبها باللي ما عنده حتى خبر وباللي هادشي ما غيطراش، وقال ليها باللي غيجي عندها دابا وخاصها تسناه في الزنقه اللي ورا دارها. كنرجعوا لدار سرحات فين كلشي مجموع كيتعشى. خيال كتقول لسرحات باللي كاينه حفله ديال المدرسه غدا. جاوبها باللي عارف حيت غتكون في الاوتيل ديالو كيف ديما. زينب كتعلمو باللي حتى الاساتذه غيحضروا. قدر طلبات تمشي معاها وزينب وافقات. قمره قالت باللي قدر كتفرح بحوايج بساط بزاف. زينب قالت لهم باللي خاصهم يتعودوا يفرحوا باصغر نعمه في حياتهم، ولكن قمره قالت باللي ما بغاتش تمشي. صراحه تدخل وقال لهم باللي كلشي غيمشي وباللي بغى يشطح معاهم. البنات فرحوا بزاف. في ديك اللحظه براء كتعيط، هو بعد على البنات باش يجاوب. براء كتعلمو باللي هربات من الاوتيل وكتقول ليه يا تخلينا نجي نسكن في الدار دابا يا غنغبر وعمرك ما غتعرف عليا شي حاجه وما غتشوفش ولدك اللي فكرشي نهائيا. طلبات منه يقرر دابا. صراحات اضطر يوافق. كنمشيو لعند ابرو اللي خارجه تلاقى جيهان، وفي ذاك الوقت تولاي شافتها. جيهان قال لها ما تخافش وباللي حتى واحد ما يقدر يجري على شي حد بلا الاذن ديالو. جيهان سولها عاقله ملي قلتي ليا باللي مستعده ديري اي حاجه باش تولي غنيه؟ ابرو قالت ليه ايه. جيهان جبد ليها صاك عامر بالدولارات وقال لها تقدر تاخذ اللي بغات ولكن مقابل خدمه صغيره تسجل كليان في الاوتيل بلا ما يدوزو في السيستم. قالت ليه ولكن هذه جريمه. جاوبها باللي عارف ولكن هذا هو الثمن ديال هذه الجريمه. سولات شكون هذا الكليان، قال لها ما خاصهاش تعرف كل شيء، وسولها واش موافقه. هي خدات بزاف ديال الفلوس وخبعاتهم في حوايجها. في هذه اللحظه مصطفى وصل وابرو تخبات دغيا. تولاي شافتها ومشات باش تشغلو وتخلي ابرو تهرب. كنرجعوا للصرحات اللي دخل للدار. زينب سولات شنو واقع، وفي ديك اللحظه دق الباب. قمره مشات تحل ولقات امها وتصدموا بزاف. خيال قربات وسولاتها شنو كديري هنا، وزادت قالت ليها باللي لا جايه ترغب بلا ما تصدع راسها. براء جاوبات باللي جات حيت هذه دارها وباللي غتبقى ترغب حتى يسامحوا ليها، ولكن عندها خبر جديد، هي حامله وغيكون عندهم خوهم قريب. خيال قالت ليها بالنسبه لينا انت حتى واحد، خلاوها وطلعوا. ولكن قدر عيطت عليها وقالت ليها باللي ما مقلقاش منها. براء ابتسمت ليها وطلعت لبيتها. كنشوفوا ابرو كتخبي الفلوس اللي خدات من جيهان تحت الناموسيه. كنرجعوا لصرحات اللي بناتو سولاتو واش امها غترجع تعيش معاهم هنا. صرحات جاوب باللي ايه حتى يتزاد خوهم. تقلقوا بزاف، عنقهم وقال لهم باللي غيدوزوا هادشي كامل بجوج وخلاهم ومشى ينعس. في هاد اللحظه خيال كتهضر مع قمره وكتسولها شنو هي اكثر حاجه تقدر تقلق امها. قمره جاوبات باللي كتخاف عليها بزاف. خيال قالت ليها اذا نخليوها تخاف كتر وكتر. في هاد الوقت جيهان رجع لدارو وخلى تليفونو واليو اس بي فوق الطبله. عذراء خداتها، كانت كتمنى تكون هي اللي فيها الفيديو ديالها. خدات اللابتوب وشعلاتو، ولكن لقات فيديو ديال جيهان كيقول لها باللي هي بليده وعمرو ما غيخلي حاجه مهمه قدامها بهاد السهوله. عذراء بكات ودخلت لبيت جيهان. هو سولها شنو بان ليها في الفيلم اللي صايب ليها وبقى كيضحك عليها ومشى ينعس. كنمشيو لعند براء اللي ناعسه وجاها ميساج من خيال كتقول لها باللي ما بقاتش قاده تصبر وقررت تنتحر. براء تخلعات وهبطات دغيا تقلب على البنات في بيوتهم وما لقاتهمش. هبطات لتحت ولقاتهم مطلوقين فوق الكنابيات وحداهم بواطه ديال الدواء خاويه. فهمات دغيا باللي بغاو ينتحروا. قربت ليهم وهي كتغوت وترغبهم يفيقوا. زينب وصرحات سمعوها وهبطوا يشوفوا شنو واقع. صرحات تصدم وتخلع على بناته، ولكن فجأة البنات ناضوا كيضحكوا. براء بكات بالصدمه. صرحات هوت عليهم بالجهد اياكم تعاودوا هاد الشيء وامرهم يطلعوا لبيوتهم. براء قالت ليه كل شيء بسببك انت، حيت عاودتي ليهم ورديتيني خايبه قدامهم وانت باغي تبان الاب المثالي. زينب قالت ليها انت ماشي خايبه انت شيطانه. براء سولاتها شنو مشكلك معايا، وقالت باللي اكيد انت مقلقه حيت رجعت حيت كنتي ناويه تصيدي صرحات. براء بغات تضربها ولكن صرحات شد ليها يدها. زينب قالت لها ما تحاوليش تعاودي هاد الشيء. براء مشات وصرحات اعتذر لزينب. زينب علماتو باللي مورا الحفله غتاخذ قدر وتمشي. صرحات جاوب باللي مورا هاد الشيء اللي وقع ما يقدرش يمنعها
ولكن رغبها ما تمشيش. زينب قالت باللي ما تقدرش، خصوصا ومرتو كاينه في الدار. صرحات قال ليه هذيك ماشي مرتي. هي جاوبات باللي مشاعره ما كيهمهاش، ولكن كتبقى مرتو. علماتو بقراره النهائي وخلاتو. الصباح الموالي براء طلعت البيت وسولاتها واش عجباتها الكسوه اللي شرات ليها الحفله. قمره جبدات الكسوه ولحتها في الارض وقالت شكرا. خيال دخلات بالكسوه اللي شرات ليها امها وقالت سمحي لي، هذه ما غاتجيش معايا حيت قررت ما نبقاش عارضه ازياء كيف بغيتي. لاحت حتى هي الكسوه وقالت ليها الا عندك شي بنات في بلاصه اخرى عطيهم هاد الكساوي. خلاوها وهبطوا عند زينب باش يعتذروا ليها على داك الشيء ديال البارح. زينب قالت لهم باللي باباهم ما كيستحقش هاد المعامله، وزادت باللي هي تهامد المشاعر ديالهم، ولكن ما خاصهمش يديروا هكاك. زينب قالت لهم بغيت نقول لكم شي حاجه، وعلماتهم باللي هي وقدر غيخويو الدار، تقلقوا بزاف وطلبوا منها ما تمشيش. قالت لهم باللي خاصها دير هكا، ولكن غيتلاقاو في المدرسه كل نهار. في ديك اللحظه دخل سرحات. خيال قالت ليه باللي زينب غتمشي وطلبات منه يقنعها تبدل رايها. سرحات جاوب باللي ما يقدرش يزيرها. زينب قالت لهم ينساو هاد الشيء ويركزوا في الحفله. قدر طلبات منها تجيب ليها كسوه. في هاد اللحظه براء وصلات وقالت باللي هي ما غتمشيش. زينب جاوبات باللي حتى واحد ما طلب رايها. خلاوها كاملين وزادوا. براء وقفت زينب وقالت ليها ما تشريش لبناتها الكساوي من الجوطيه، يعني المارشي، حيت هذاك هو البلاصه الوحيده اللي كتعرف. زينب سولاتها واش زعما هذه اهانه. براء قالت زينب ردات عليها كنقدم من المارشي وما كيحشمنيش هذا الشيء، ولكن انت عندك بزاف د الحوايج اللي خاصك تحشمي عليهم. خلاتها ومشات. سرحات وصل وعلمها باللي اليوم كاينه الجلسه ديال الطلاق. براء سولاتو باقي ما بدلتيش رايك. جاوب باللي ما غيعطيهاش كنيتو وباللي غير خلاها تما حتى تولد. خلاها وخرج. في طريقو شاف جيهان سولو علاش جرى على ابرو. سرحات جاوبو راك عارف علاش. جيهان قال ليه اكيد ما صدقتيش دوك الاشاعات. سرحات جاوب على ايين انا ما جريتش عليها، غير نقلتها وصافي. جيهان قال ليه باللي بهذه الطريقه ما غتبقى عنده حتى كلمه على الموظفين وباللي غيأكد الاشاعات. سرحات وعدو باللي غيرد البال لتصرفاته من بعد. براء خرجات وسيفين وعذراء شافوها من الشرجم. جيهان تصدم من اللي براء قالت ليه بارك ليا، انا وسرحات غيكون عندنا دري اخر. زاد تصدم اكثر. في ديك اللحظه جات سيفين وبغات تضربها. سرحات طلب منها تبرد. براء علماتهم باللي هي حامله. سيفين قالت ليها انت كذابه. براء جاوبات باللي دارت نقل الاجنه وسرحات ديجا داها للطبيبه. عذراء قالت ليها واش ما عندك النفس لهاد الدرجه. براء ردات باللي وحده دايره بحال المونيكا في ادراج لها ما خاصهاش تهضر على النفس. من بعد ابرو وصلات للاوتيل. سيفدا سولاتها شنو كدير تما. جيهان دخل وقال باللي القرار ديال نقلها تلغى وغتكمل خدمتها تما. جيهان علم ابرو باللي حتى زينب كانت باغيها تمشي ولكن هو اللي منع هاد الشيء. ابرو تقلقات. كنلقاو سرحات وبراء خارجين من المحكمه طلقوا رسميا. براء قالت ليه باللي عمرها ما غتحيد الخاتم. سرحات جاوبها الا بغيتي ديريه في صبعك الوسطاني ما عنديش مشكل. فكراتو باللي نهار عرسهم وعدها عمرو ما غيخليها وباللي دابا غدرها. قال ليها ما غنقولكش شحال انت واقحه، وقال ليها ترجعي بوحدك حيت ما غيوصلهاش. في هذا الوقت سرحات عيط لزينب اللي يلاه وصلت للدار وسولها شنو داروا. زينب قالت ليه باللي شراو الكساوي للبنات. سولها وانتي؟ قالت ليه باللي عندها كسوه وباللي ما غتضيعش الصالير ديالها اللي غتعرضوا به الغدا. سرحات ضحك. كنمشيو عند سيفين اللي شاعله على براء وعلمات عذراء باللي دارت الدي ان اي للبنات. عذراء تصدمات وقالت ليها الا عرف سرحات ما غيسكتش وطلبات منها تحرق التحاليل غير يوصلوا. وافقت. في هذا الوقت براء مشات عند تيبيت وطلبات منه ياخذ قدر يربيها حيت ما بغاتهاش. تيبات ضحك وقال باللي هذا الشيء ما غيطراش واقترح عليها ترجعها لعند العائله اللي كانوا عندهم. براء قالت باللي مستحيل حيت ديك العائله كانوا كيضربوها، وقالت باللي خاصها تخبر حيت طول ما هي كاينه سرحات ما غيسامحهاش ليها. قال ليها باللي هذا الشيء ما كيهموش ولكن غيدير فيها اخر خير، ما غياخذش البنت ولكن عنده طريقه باش يخرجها من الدار بلا ما يقدر سرحات يرجعها. في هذا الوقت سرحات كيدير حصه علاج اونلاين وكيعاود باللي مرتو خانته وباللي عرف هذا الشيء مورا سنين واضطر يخبيه على بناته باش ما يتصدموش، ولكن في الاخر اضطر يقول لهم وطلقها. الدكتور قال ليه اذا مشكلك تحل. سرحات جاوب بلا حيت هي حامله عاوتاني. عاود داكشي اللي دارت ووصفها باللي هي مخلوق اناني ومرعب وباللي كتهددو باللي هتسافر وتولد وتلوحو باش عمرو ما يشوف ولده. الدكتور قال ليه باللي هذه غير تهديدات وصافي. سرحات قال ليه لا وعاود ليه باللي دارتها شحال هادي. سرحات سولو واش قرارو كان صحيح ملي رجعها للدار. الدكتور جاوبو باللي للاسف في هذه اللحظه كنشوفوا ابرو اللي جا عندها واحد من المهربين. جيهان عيط ليها وقال لها دير داكشي اللي اتفقوا عليه. ابرو قالت لجيهان باللي خايفه بزاف، قال لها ما تخافيش وباللي راها عارفه شنو غدير. كنرجعوا لزينب اللي وصلت الاوتيل مع البنات على قبل الحفله. في الباب الموظف علم زينب باللي البيت فين غتوجد راسها موجود. قالت ليه باللي هي ديجا واجده ولكن وضح ليها باللي سرحات طلب منهم يديوها لهذا البيت غير توصل. زينب مشات دخلات ولقات ورقه خلاها سرحات كيطلب منها تلبس داكشي اللي تما. زينب عجبها الكادو بزاف.
كنمشيو لدار زينب. امها دخلات لبيت ابرو ولقات الفلوس اللي مخبيه، تخلعات بزاف. في هذا الوقت تيبات مشى للحفله مع ولدو، ولكن جان وقفو ومنعو يدخل. كنرجعوا لزينب اللي كملات وجادات وهبطات للحفله. البنات تعجبوا فيها وقالوا ليها باللي طالعه فنه. شويه وصل ولد تيبات وبدا كيصدع كاميرا، ولكن زينب دخلات وخدات كاميرا. وحده من الامهات قربت من خيال وسولاتها على براء. خيال قالت ليها باللي هي عيانه وما جاتش. هاد المراه مشات وبدات كتهضر عليها مع الامهات الاخرين. خيال توترات. زينب مشات عندها وخيال قالت ليها باللي بغات تمشي حيت كلشي عارف شنو دار تما. زينب قالت ليها ما تبينيش الضغط ديالك لحتى واحد، حيت حتى واحد ما عنده حق يحكم عليك. في ديك اللحظه ولد تيبات شاف قدر. كاميرا مشات عنده وقالت ليه اجي نعرفك على اختنا يا البليد. مشات تعيط ليه وهو وقفها. في ديك الوقيته وصلت سرحات، شد كاميرا ومشى يشطح معاها. كاميرا كانت فرحانه بزاف. كنشوف امها ابرو كتعيط ليها وكدابز معاها، ولكن ابرو قالت ليها باللي مشغوله وقطعات. في هذه اللحظه كنشوفوا المهرب اللي سجلته ابرو في بيتو، كنشوفوا باللي عنده السلاح وعرفنا باللي هو قاتل مأجور. كنرجعوا للحفله، صرحات كيشطح مع خيال. كاميرا طلبت من الدي جي يطلق اغنيه ديال التسعينات وشطحات مع باباها. كانوا فرحانين بزاف. ملي سالاو سيفدا مشات عنده وطلبت يشطح معاها، ولكن قال ليها باللي وعد زينب بهاد الشطحه. زينب قالت ليه ولكن انت ما وعدتيني بوالو. جاوبها كان وعدك دابا وعرض عليها تشطح، وفعلا شطحوا بجوج. صرحات عاود طلب منها ما تمشيش، قال ليها قلتي باللي ما غتبقايش في دار فيها مرتي، ووضح ليها باللي دابا طلقها وما بقاتش مرتو. زينب قالت باللي هادشي ما كيهمهاش. سولها شنو خاصني ندير باش تبقاي، قالت ليه والو. في هاد اللحظه دخلت ابرو باش تسربي الناس، شافت زينب كتشطح مع صرحات وبان عليها تقلق بزاف. سالت الشطحه ديالهم، زينب شافتها مشات عندها وسولاتها شنو كديري هنا. ابرو جاوبات كنخدم وانتي. زينب قالت باللي جات مع المدرسه. ابرو ردات والشطيح مع صرحات حتى هو دخل في المدرسه. وزادت تحتاجي شي خدمه الا لا زينب. زينب سولاتها علاش كتهضري هكا. ابرو جاوبات انتي معروضه وانا كنخدم هنا، اذا انتي لالا هانيم. خلاتها ومشات. ابرو كانت معصبه بزاف، شفرات قرعه ديال الشراب ومشات تشربها. امها عاودت عيطات باش تسول على الفلوس. ابرو توترات، امها امرتها ترجع للدار دابا. ابرو ما عرفات ما دير وخرجت من اللوطيل. جيهان شافها وسولها مالك واش غاديه للدار، قالت ليه لا وما عرفاش فين تمشي. سولها شكون اللي مقلقاها هكا، قالت باللي الدنيا كامله وحتى عائلتها. جيهان قال ليها كون كانت الدنيا غتكون سهله، ولكن العائله ما عندي ما ندير لك، وبقى كيصبرها. ابرو قربت منه باستو. جيهان سولها شنو هاد الشيء، قالت ليه باللي كانت محتاجه لهاد الشيء، وطلبت منه يديها لاي بلاصه فين حتى حد ما يلقاها. ركبت في طوموبيلته وداها ومشى. في هذا الوقت زينب وصرحات غاديين. امها عيقت تسول على ابرو. زينب علمتها باللي شافتها هذه شويه. امها سولات واش كاينه شي حاجه. زينب قالت لا وقطعات، ولكن زينب تقلقت وحاولت تعيط لابرو ولقات تليفونها طافي. عذراء عيطت لتولاي وقالت لها باللي جيهان ما رجعش وتليفونه طافي، وطلبت منها تشوف واش ابرو في الدار. تولاي مشات عند زينب وسولات على ابرو. امها قالت لها راها في الخدمه. تولاي عاودت عيطت لعذراء وقالت لها باللي ابرو مع جيهان. عذراء فرحات وقالت لراسها اخيرا غيخليني في تيساقي. كنرجعوا عند جيهان اللي وصل ابرو لدارها. قالت ليه باللي ما بغاتش تدخل، قال لها باللي خاصها تواجه هذا الشيء. قالت ليه باللي داكشي اللي وقع ماشي غلط، وقرب منها وباسها. سولات واش كيبغيها. جيهان جاوب تقريبا. عاودات تقريبا. قال لها شنو بغيتي نقول لك. ابرو تقلقات بزاف وسبات راسها باللي بليده، خلاتو ونزلات. دخلت لدارها وهي كتبكي. امها شافتها ودابزت معاها حيت تعطلات، ولكن في الاخير خافت عليها وسولتها شنو واقع ومنين جاو هاد الفلوس. ابرو اعترفت باللي خداتهم من جيهان واعتذرات وطلبت من امها تعنقها. امها سولتها شنو كاين، قالت لها والو انا اللي بليده وصافي. غد ليه جاو صحاب الشؤون الاجتماعيه لدار تولاي يسولوا على قدر، عرفوا باللي ما عايشاش معاهم وتولاي عطاتهم العنوان ديال صرحات. كنشوفوا زينب كتوجد السيكان ديالها باش تخوي الدار هي وقدر، ولكن غير خرجات جاو صحاب الشؤون الاجتماعيه وخداو منها قدر بزز. صرحات خرج وحاول يهضر معاهم ولكن ما قدر يدير والو. براء كانت كتشوف فيهم من بعيد وفهمنا باللي هي اللي بلغت عليهم. زينب مشات عند براء وامرتها تمشي دابا تجيب قدر بصفتها امها. براء رفضت وقالت ليها الا كنتي كتبغيها هكا تبنيها انت. زينب وافقات، خلاتها ومشات عند صرحات اللي داها ومشى. في هذا الوقت خيال مشات تسول امها شنو واقع، قالت ليها والو وطلبت منها تجيب ليها واحد الورقه من المكتب ديال صرحات. خيال دخلت للمكتب ولقات تما التحليل ديال الدي ان ا اللي دارت سيفين. حسبت باللي صرحات هو اللي دارو، وراتو الكاميرا وتصدموا بزاف. زينب وصرحات مشاو للشؤون الاجتماعيه وطلبوا يتبناو قدر. قالوا لهم باللي القانون كيقول خاصكم تكونوا مزوجين وواحد من الوالدين يكون فايت 30 عام. زينب تصدمات. في ديك اللحظه صرحات قرب منها وطلب منها تتزوج به. هنا كيسالي هذا الجزء من المسلسل. ما تنساوش تشاركوا في القناه باش تشوفوا الاجزاء الاخرى اللي غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف.